السلام عليكم يا صبايا، السلام عليكم يا شباب. النهارده معانا حمام جايبينه وغسلين الحمام زي الفل معانا، بسم الله ما شاء الله. يعني هنقول لكم طريقه عمايل الحمام يا جماعه. اهي معانا بصل ومعانا هنا زبده او زيت او سمنه. هنحمر البصل بتاعنا، هنكرمل البصل ده وانتوا معانا، هنكرمله وانتوا معانا. معايا هنا فريك يا جماعه، غسلاه ونقعاه مش اقل من ساعتين في الميه زي ما انتم شايفين كده. الفريك اهو نقعته بتاع ساعتين. معايا شويه رز غسلاهم هنا، معايا كبد وقوانص هحطهم فيهم بعد ما البصله تتكرمل. البصله وانتم معانا. جينا هنا بقى يا جماعه، بعد ما كرملنا البصله بتاعتنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، حطينا فيها نص معلقه سكر عشان نديها اللون الحلو ده يا جماعه. ماشي، هنحط الكبد والقوانص معاها، وهنحط الفريك اللي احنا نقعينه في الميه، الكميه اللي انا محتاجاها احطها، وهحط شويه الرز بتوعي اللي انا حطاه. هو ده الحشو بتاع الفريك يا جماعه اهو. وبعد ما حطينا الفريك على الرز على الكبد على البصل على كله، هحط كوبايه ميه واحده بس، وهوطي عليه بوتاجازي واغطي عليه واسيبه لما يستوي نحشي الحمام مع بعض. وبعد ما قلبته كده كويس في بعضه يا جماعه، الفريك بالرز بالكبد بالقوانص، هحط بهاراتي ملح، شويه كزبره ناشفه، فلفل اسود، كركم على كاري، شويه كمون. طبعا اهم حاجه في الطبيخ الكمون يا جماعه، اهم شيء الكمون. وزي ما انتم شايفين حطينا مج ميه صغير خالص، وهنسوي الاكله دي نص تسويه، ما بتستويش خالص، نص تسويه بس، وبعدين نحشي بيها الحمام. هغطي عليها واسيبها تستوي نص تسويه وارجع لكم تاني. وقربنا نخلص الكميه يا جماعه عشان ما اطولش عليكم من الفيديو. زي ما انتم شايفين كده هنزقه بصبعنا ده لحد ما نملى الحته دي كده. في بقى طريقه يا جماعه، في طريقتين. ممكن نسيب الرقبه كده عادي، وممكن ندخل الراس جوه الرقبه دي كده، وبالخله نقفل عليها جوه الرقبه كده اهو. بسم الله. هي صعبه شويه بس اهي، دخلت الرقبه جوه الراس زي ما انتم شايفين كده. الجناح بيقبل ورا بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، ولازم نقفل العمليه بتاعتنا دي بطريقه نظيفه اهي. اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، الحمامه زي الفل اهي. نعمل واحده كمان قدامكم، خليت الجناح ورا زي ما انتم شايفين. هحشي من الاول للاخر قدامكم اهو، رز بالكبد بالقوانص بتاعت الحمام زي ما انتم شايفين كده اهو، وازقه بصباعي جوه، املى الرقبه اللي هنا، املى الزور يعني. اخلي الحمامه اللي بتبقى صغيره خالص خالص. بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر اهي، شايفين اهو، عبي وما يهمكيش حاجه اهو. في اغنيه بتقول عبي واديله ما اعرفش سمعتها قبل كده والله، بس مش عارفه سمعتها فين. اهي بص يا شباب اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الكبد والقوانص كده جوه مع الرز والبصل والبهارات بتاعتنا الجميله دي. والله العظيم يعني بصوا، احسن واحد مشهور طبعا بتاع حمام في مصر اسمه فرحات. عشان ايه اللي ما يعرفش، الرقبه ممكن نعمل بالرقبه كده، نصور كده، بصور وكده يا جماعه. وهجيب الرقبه بالطريقه اللي من تحت بالطريقه دي، وهنقفل بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده الحمام الحمد لله كله اتحشى اهو. عايزه اقول، طب الرز ده هنعمل بايه؟ هنرميه؟ لا مش هنرميه. اللي عنده رز، اللي عنده شوربه اللي هي المرقه يعني، شوربه او ميه، ويسويه ويتاكل رز عادي جميل جدا بالكبد والقوانص. وده الحمام بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله على الجمال والنظافه اهو. هنولع عليه مع بعض. وبعد ما جينا هنا يا جماعه، غلينا الميه، حطينا طماطمايه، حطينا بصلايه، فلفل اسود على كمون على شويه ملح. تمام كده كده الميه بتاعتنا بتغلي. شايفين الحمام بتاعنا اهو اللي اتعمل، مش عارفه ظاهر في الكاميرا ولا لا، النور عندي ضعيف اهو.
هنزل الحمام كله بسم الله الرحمن الرحيم، او زي ما انتم شايفين كده. دي نزلت واحده معلمه يا جماعه، مش هقعد انزل بقى بالواحده وكده يعني. خلاص حطيت كده الحمام بتاعي، حطيت ورق اللورة، حطيت زر الورد، حطيت كمون وفلفل اسود وحبهان ومستكة وملح. هنشوف الحمام بتاعنا يستوي، الحمام بتاعنا هغطي عليه يستوي الحمام بتاعنا، وبعد كده نشوفه وهو بيتحمر. هنا بقى للرز اللي اتبقى من الحمام يا جماعه، هو الرز بالفريك بالكبد بالقوانص. هحط عليه طبعا احنا مسويينه بشوربه قبل كده، هحط ميه قليله اهو، او شويه شوربه صغيرين اهو، واسيبها تكمل سوي، ولما تخلص نشوفها مع بعض تاني. وكده يا حبايب قلبي خلص الحمام معانا اهو، الطبخ بسم الله ما شاء الله والله اكبر. هنطلع الحمام معاكم وندخله الفرن مع بعض. وبعد ما طلعنا الحمام بالشكل ده يا جماعه، جينا عند الفرن بقى، هنعصر عليه الليمون بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عشان يدي لون حلو للحمام. وبعد ما عصرت لما يطلع معانا الحمام نشوف شكله ايه. كده يا جماعه الحمام بتاعنا طلع اتحمر خلاص اهو، هنقدمه وانتوا معانا. وخلص معانا الحمام اهو يا جماعه، شايفين اللون والجمال بسم الله ما شاء الله. والرز ده طبعا بالكبد والقوانص، رز بالفريك بالكبد والقوانص، طعمه تحفه وشكله تحفه. والشوربه الذهبيه بتاعت الحمام وبقيه الحمام اهو بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا على اللي ياكل هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. بحبكم في الله، تحياتي لكم جميعا في صدق الجعلي، سلام عليكم.